السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. انا جايه النهارده وجايبه لكم معايا كحك العيد واصل الحكايه. حكايه الكحك بتبدا معانا من ايام الفراعنه لما كانوا بيعملوا وبيقدموه كرابين في المعابد، وفي صور على جدران المعابد بتوضح القصه دي. وفضل الكحك مكمل معانا لحد العصر الفاطمي، وبدانا نطور فيه ونزود بقى حشوات ونعمل نقشات، وبدانا نجود كمان فيه لحد اللحظه دي. نبدأ بقى بالمقادير ويلا بينا. معانا ربع كيلو من الملبن، ومعانا 150 جرام من عين الجمل، وثلاث معالق من السمسم. نكورهم وهي دي الحشوة بتاعتنا. وممكن تختاروا اي حشوات، ممكن عجوة، ممكن حاجات كتير تعملوها. ومعانا هنا الخميرة، كوباية الا ربع مية دافية، معاها معلقه سكر ومعلقه خميره. ما نكترش الخميره يا جماعه اكتر من معلقه، لان ده كده هيخلي معانا الكحك يفرش مننا او ينفش كده وهو بيستوي. هنركن بقى الخميره تتفاعل على جنب، ومعانا كيلو من الدقيق وثلاث معالق من اللبن البودر عليه نص معلقه صغيره من المحلب ونص معلقه من ريحه الكحك. وممكن كمان تضيفي معلقه صغيره من ريحه الموز، بس انا ما كانش عندي فاستبدلتها بالفانيليا. ونخلط كويس قوي المكونات، نخلطها كويس قوي مع بعض المكونات الجافه. وهنا بقى معانا 550 جرام من السمنه، اي نوع سمنه عندك طبعا يفضل لو كانت سمنه بلدي. هنا حطيت رشه ملح، وبجيب نص كميه السمنه اللي معايا وبقدحها على النار. بقدحها طبعا بالسمسم، 3 معالق من السمسم وبقدحهم، او تحطيهم على وش الدقيق وتنزلي بيهم على السمنه. وبعدين بقلبهم كويس، وبعد كده بجيب نص بقيه مقدار السمنه وبحطه في الحله اللي انا كنت مسيحاها تدفى بس وتسيح، وانزلهم وابتدي ابس. اهم حاجه مرحله البس، ابس كويس قوي الدقيق، لان هنا لو ما بستش كويس مش هتطلع معايا الكحكه دايبه. فلازم اهم خطوه معانا ان انا ابس الدقيق مش اقل من 10 دقايق، ابسهم كويس كده بكفوف ايديا. واول ما كل حبايه دقيق تشرب وتتغلف بالسمنه، هبتدي هنا هنزل بالخميره اللي احنا عملناها في الاول وسبناها لغايه ما تتفاعل بالسكر. نقلب كويس قوي وناخد بالنا عشان السمنه بتبقى سخنه جدا. قسمنا المقدارين نصين للسمنه، سمنه نص المقدار نقدحه علشان خاطر ناخد ريحه وتست الكحك بتاعت زمان بتاعت امي وامك. وتفضل طبعا الكحكايه لاخر واحده معاكي محافظه على قوامها. نفضل نبس بقى كويس قوي ونخدم العجينه كويس قوي زي ما اتفقنا. وبعد كده هننزل بمقدار الخميره. وهنا يا جماعه مش هنعجن تاني، خلاص احنا كده وقفنا مع مرحله العجن او مرحله البس. هنبتدي يا دوبك نلم العجينه وبس. احنا مش عايزين قرص يا جماعه، احنا لو كترنا من العجن هتبقى قرص. فاحنا عايزين كحكه تكون دايبه كده وجميله، وكل اللي ياكلها يفتكر ان انت شاريها من المحلات. والله احنا حاجتنا في البيت افضل كتير من المحلات. قومي كده وتشجعي، انا عارفه ان الوصفه نازله متاخر، بس كل سنه واحنا طيبين وان شاء الله تعجبكم. شايفين نجاح الكحكه معايا ان هي تقطم، ما تربيش عرق معايا. حسيتيها شققت، بس بعد ما تكوني خدمتيها كويس زودي معلقه سمنه. بس اهم حاجه كده دفيها وكوريها بين كفوف ايديكي، هتلاقيها ان شاء الله بالمقادير اللي انا قلتها لك، مش محتاجه اي حاجه. اهم حاجه تعملي تيست علشان تتاكدي شققت ناشفه اي حاجه. تاخدي بالك بقى من التيست اللي انت عملتيه ده ظبط معاكي الكحكايه ولا لا. امشي بس على المقادير والوصفه وان شاء الله هتعجبك. ويا رب تبقى حكايه الكحك عجبتكم، وقولوا لي كده ان شاء الله في الايام الجايه ايه الوصفات اللي نفسكم فيها واعملها لكم ان شاء الله. هنا كنت خلاص عملت بقى التيست وابتديت اعمل في بقيه الكحك. شايفين لا الرسمه راحت ولا نفشت ولا اي حاجه، واللون تحفه والكحكايه دايبه، والتيست يعني ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يحسن ما بين ايديكم. كل سنه وانتم طيبين. لو وصلتوا معايا لغايه هنا متنسوش اللايك والاشتراك. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يحسن ما بين ايديكم. باي باي.